حاطة قطعة فلفلة حمراء وخضراء وبندوراية وبصلة مع معلقة سمنة مع 3 معالق زيت نباتي. تمام. هلا بنحط عليهم رشة ملح ومندبلهم. هلا هون حطيت بهاي الكبسة، حطيت قرفة، ليمون، الهيل، قرنفل، جوز الطيب. تمام. قلبهم. هلا هون حطينا الدجاج معهم. تمام. بنقلبهم خليهم ياخدوا الطعمة والنكهة منهم ومنغطيهم لياخدوا الاستواء. شايفين لونهم أحلاهم كيف. لا أنا اليوم مو عاملة بالفروج الكامل، لا عاملة صدر دجاج. طبعا عدة قطع مو قطعة واحدة، لأنه بدي أشوي كمان على الشواية منهم. تمام. يعني شوي للطبخ وشوي شوي. في صدورة الدجاج طبعا عملت لها أنا تتبيلتها وكل شي. آه، يعني فيكن 4 ساعات تحطوها بتتبيلة، وفيكن قبل بيوم، وإن ما كنتوا مضطرين دغري تبلوا وعلى الشواية. هلا فيكن تشوها بالفرن، فيكن تشوها على الغاز بالمقلاية، بس هاي حلاوتها انه يعني قريبة هيك بتجيب نكهة الشوي. تمام. شايفين ما احلاهم كيف بالشوي. هلا بنحطهم فوق الرز. تحفة. ولا اطيب ولا احلى من هيك. تفضلوا معانا. على فكرة اللي عامل ريجيمات دايت، هي احلى طريقة وانظف طريقة صحية انه ياكل فيها الدجاج او اللحمة. شرحات اللحمة يعملها بهالطريقة، حتى كشكل كتير شكلها مقبول وحلو. شايفين ما احلاها. شايفين ما احلاها. يعني حتى لو حبيت تاكلوا قدامها تومية، كاتشب، مايونيز هيك مع بطاطا، صحن بطاطا كمان ولا اطيب من هيك. تعالوا نشوف طبختنا. هلا خلص يعني هيك تعتبر استوت. هلا صار فينا نسكبها، ولا احلى ولا ارتب من هيك. شايفين ما احلاها. هلا بناخدهم هيك على الجوانب. معلش البخار شوي ما عم يساعدنا، بس نحن عم نظبطها. هاي قطع الدجاج، هي كلها هلا بنوشفها بنحطها على الوش، وبنجيب اللي شويناهم بنحطهم معه. شايفين ما احلاها. هي اللي سلقناهم حطيناهم على جنب. تمام. بالنص حطينا اللي شويناهم. تفضلوا معانا. طبعا عملنا سلطة. السلطة موجودة مخللات، شوية خضار، اللبن العيران. هلا بالنسبة شو اسمه الليزي كيك، هي شو الحلويات اللي سويتها لسه ما قطعتها، بس قطعها وبعمل لكم فيها مقطع ان شاء الله. بس حبيت هلا اورجيكم الغدا تبعنا. يعني كأني جايبته جاهز، حتى اطيب من الجاهز وانضف. يعني كيف يعني انضف؟ يعني انا عارفاني قديش حاطه فيه زيوت، كيف غاسله الرز، سالقته، يعني قصص بتهم المطبخ هيك. تمام. تفضلوا معانا. شايفين ما احلام بكل رتابة. يعني لو عندك عزيمة، بس طبعا يفضل تعملي قطع دجاج أفخم، أو لحمة طبعا، أو سمك.